السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اللي لسه ما خللش الزيتون، انا طبعا جايلكم بالطريقة بتاعتي اللي انا بخلل بيها كل سنة. الزيتون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بقاله سنة، ده انا مخللاه بقاله سنة. الزيتونية ما شاء الله لسه لغاية الآن بقالها سنة، اقسم بالله بقالها سنة لغاية النهاردة. الزيتونة جامدة، لا اتهرت ولا اي حاجة ولا جرالها اي حاجة. والليمونة كذلك الوضع ما شاء الله زي ما هي. والفلفل دلوقتي انا مخليلاه بقالها سنة بالظبط وما جرالوش اي حاجة، والحدق بتاعه مظبوط وطعمه مظبوط. عشان كده انا قلت لازم اقول لكم على الطريقة بتاعتي تجربوها، وباذن الله هتعجبكم ومش هتستغنوا عن الطريقة دي ابدا. شايفين الفلفل زي ما هو ازاي، ما جرالوش اي حاجة. والزيتونة ما شاء الله فيها برضك لسه فيها القرشة بتاعتها دي. هتجربوها وهتعجبكم. بس يلا حبايبي اللي لسه اول مرة يشوفني، انا نسرين يوسف. اسمع على اليوتيوب يوميات نسرين، وعلى الفيس يوميات نسرين يوسف. يا ريت سبسكرايب، وان شاء الله لما يعجبكم الفيديو يا ريت تحطوا اللايك الجميل بتاعكم. وشكرا لكم حبايبي. ويلا بينا عشان نعمل طريقة تخليل الزيتون والليمون. معايا هنا كيلو ونص ليمون اخضر في مية على النار بتقلب. هنزل بالليمون بتاعي، مش هستنى الليمون يقلب، لا، يا دوبك بس هخليه يغير لونه وهصفيه من المية. مش هسيب الليمون بتاعي يقلب على النار. الليمون اللي هيقعد معاكي لرمضان هيقعد معاكي مثلا 6 شهور، ما تسلقوهوش، لا هيغير لونه. وهنزل بقى على طول هصفيه وهنزل فيه في ميه على طول تحت الحنفيه اهو زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى فيه في الميه ديت وهفتح على الميه على طول. وهقعد مثلا هعمله من قبلها بيوم، وكل شويه غير على الميه غير على الميه، عشان بس ايه المراره بتاعت الليمون تروح. زي ما انتم شايفين كده اهو. انا لحقته بالميه على طول، سبت الحنفيه مفتوحه عليه شويه عشان خاطر يبرد. معايا هنا 5 كيلو زيتون عزيزي او عجايزي على حسب انتوا ما بتقولوه. ومعايا هنا نص كيلو شطة بلدي، ومعايا نص كوباية ليمون معصورة، ومعايا نص كوباية زيت، ومعايا جزر مبشور، ومعايا هنا فصين توم كبار مقسومين، ومعايا هنا فلفل احمر انا ضرباه في الكبة 3 فلفلات حمر كبار كده. انا مش عاملاه شطة، لا ما هوش شطة، فلفل بارد عادي. اللي عايز يعمله شطة مفيش مشكلة، بس كده كده انا معايا الشطة البلدي هتخلي له هي الحرارة بتاعت الزيتون مظبوطة. انا طبعا فضيت الجزر المبشورة اهو في طبق، وفضيت عليه الفلفل اللي انا ضرباه في الكبة ومعلقة حبة البركة وبقلبهم. وعندي هنا الليمون انا حطيته على الزيتون اهو، بس طبعا قسمته في طبقين عشان ما كانش الطبق واخد كله. وحطيت عليه الشطة بتاعتي. هقلب بقى عليه بقى الجزر المبشور والفلفل وحبة البركة. هقلبه بقى في بعضه. وطبعا هقول لكم بقى على التكايه الجميله الحلوه اللي هتظبط معاكم الحدق بتاع الزيتون. تمام. هقول لكم بقى على حاجه جميله، خطوه جميله جدا اللي هتظبط معاكم حدق الزيتون، اللي مش عارف يظبط الملح بتاع الزيتون. انا قلبته اهو زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى اجيب البرطمان بتاعي. هجيب بقى البرطمان بتاعي. البرطمان ده اخد 5 كيلو زيتون وكيلو ونص ليمون ونص كيلو شطه، يعني 7 كيلو. هبدا بقى اعبي الزيتون بتاعي. حطيت هنا فص توم اهوتي مقسوم. انا كنت حابه ان انا اعمل لكم الزيتون ده بس مباشر بصراحه، او كنت عاوزه ان انا اتكلم معاكم، بس فعلا انا كنت بتكلم بس لقيت الصوت بعيد، الصوت مش واضح، واطي قوي وبعيد. فعشان كده قلت بقى ان انا منتجه واتكلم.
وكان نفسي ان انا اطلع لكم فيه بس مباشر والله، عشان يبقى كل خطوه قدامكم، لان الزيتون بالذات بتبقى خطواته حريصه شويه. كده انا عبيت اهوتي، وفاض معايا برطمان صغير كده من بتاع العسل. طبعا انا كنت الليمون اللي انا عصراه ده، ده القشر بتاعه انا قطعته وسلقته، لان هاخد منه برضو كوبايه منه في البرطمان كماده حافظه. معايا هنا البيضه بقى هاتي، جايبين بيضه نظيفه ومغسوله كويس. طبعا حطيتها في الميه قدامكم اهيتي، هي تحت في الميه، مش عايمه على الميه، لا. هحط بقى، افضل احط الملح بتاعي واقلبه واحط البيضه. لو قبت على الوش يبقى كده الملح بتاعي مظبوط، لو لسه يبقى لسه عايزه ملح. على فكره الميه دي يا جماعه انا غلياها وسايباها لغايه ما بردت. الميه بتاعت الزيتون انا غلياها وسايباها لغايه ما بردت خالص، غليتها من الصبح وركنتها على جنب. تمام. وطبعا الليمون اللي انا عصرته ده، الليمون اللي انت هتعصروه دي نص كوبايه الليمون اللي هتتعصر دي يا جماعه، هتاخدوا القشر بتاعها تسلقوه، عشان هتاخدوا منه كوبايه كماده حافظه للزيتون. تمام. والقشر طبعا هنحطه على الوش. طبعا البيضه بتطلع وبتنزل، يعني لسه عايزه كمان ملح. بس طبعا وانتوا بتقلبوا في الطبق الميه تخلي بالكم عشان البيضه ما تتكسرش. شايفين بتطلع اهيتي. هحط لها بقى حبه ملح صغيرين وخلاص على كده. خلي بالكم يا جماعه وانتوا بتعملوا البيضه عشان ما تتكسرش منكم. تمام. انا كل مره بعملها بظبط حدق الزيتون بتاعي، الملح بتاعي الزيتون بالبيضه، وبيطلع مظبوط، لا حادق ولا اي حاجه. كده تمام. هو كده بقى انا هاخد القشر الليمون بتاعي اللي انا عصرته احطه على وش الزيتون اهو. طبعا هو بتحط كماده برضو حافظه، عشان مثلا لو الزيتون عمل ريم، بس ان شاء الله مش هيعمل ريم بالطريقه دي، فاحنا بنحط حمايه بس للزيتون. طبعا انا خدت شويه اهوتي حطيتهم، ده ميه الليمون. تمام. مش هكتر منها برضو. هنزل بقى بالميه بتاعتي اللي احنا ظبطنا الملح بتاعها. وخلي بالكم يا جماعه هتقعدوه كمان كام يوم كده، 3-4 ايام، علشان الزيتون بيبدأ يشرب المية، وممكن المية تنقص على الزيتون. فالمية اللي هتفوض مننا دلوقتي هنحتفظ بيها بالتلاجة لغاية من ما يعدي اسبوع على الزيتون بتاعنا. طبعا انا هنا حطيت الليمون اهوتي اللي انا عصراه، وحطيت الزيت زي ما انتم شايفين كده اهو. وطبعا انا الفصين التوم الكبار اسماهم، حطيت 2 تحت، واحد مقسوم تحت وواحد مقسوم فوق كده. انا هجيب كيس تلاجة بقى اهوت عشان اقفل البرطمان بتاعي. طبعا انا كده خلصت خطواته كلها لتخليل الزيتون، وهيتركن بقى على جنب. هحطه قدامي بقى حوالي 3-4 ايام لغايه ما اشوف الميه بتاعته هتنقص. هجيب الميه اللي انا حفظتها في التلاجة ازود بيها، ما كانش خلاص. طبعا ده الزيتون بتاعي اهوت بتاع السنه اللي فاتت، زي ما انتم شايفينه ما شاء الله جميل والله العظيم. من جماله من حلاوته عايزه ادوق كل واحد فيكم عشان تشوفوا بس الجمال بتاعه والحلاوه بتاعته، وان هو بقاله سنه وما حصلوش اي حاجه خالص. جربوها هيعجبكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد، وما تنسونيش بقى في اللايك.